أغلق قرابة 500 قصاب محلاتهم، أما الأسباب فعديدة ولعل أبرزها تدهور وضعيتهم المادية، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع المقدرة الشرائية. أوقات طويلة يمضيها شكري قصاب بالسوق البلدية بأريانا داخل محله في انتظار حريف يلبي طلبه. ركود متواصل لنشاط محله منذ فترة يتقاسمه شكري مع باقي المهنيين في قطاع بيع اللحوم الحمراء. خدمة فما جبر، واقفين الغلاء، واقف عباد شهارة مساكن، عباد مواطنين ما عادش خالطين على حد شيء. باش يقطع اللحم في خضرة هو ما عادش خالط عليه، فلفل وطماطم ما عادش خالط عليه. باش يقطع اللحم ب 20,000 و 25,000. 21 دينار و820 فرنك اللحم العلوش طاح اليوم. قداش نبيعوا انا للمواطن؟ وهناك حنوتي اكثر فيها مطرقة، ونعديك على الحوانت كل على الزازارة الكل. فارغة كاسة. وين الخدمة؟ فماش خدمة. أنا خويا عايشين وثلاث عائلات في حانوت. منين الخدمة؟ فماش خدمة. نجي بعد 20 يقول 116,000، كيفاش خدمة كاين؟ كيفاش نخدم هكا؟ جيت رحت في راسيانا زازار. المستهلك من ناحيته فسر عدم إقباله على شراء اللحوم الحمراء بالارتفاع المسجل في أسعارها. بصراحة ما عادش يخلط لها الزواري بمكان، يمكن ساعات مرة في الشهر. أنا نخدم والراجل يخدم، أما اللي ما يخدمش جملة ما ياخذوش جملة هذاك. اللحم ما نعرفوش من العيد للعيد، من قبل العيد ما خديتش. أما بالنسبة للسعر زايدة في ارتفاع. قرابة 500 قصاب أغلقوا محلاتهم لعدم قدرتهم على تغطية التكاليف، الأمر الذي جعل الغرفة الوطنية للقصابين تحرص على تكوين لجنة إصلاح تهتم بمشاكل القطاع، ومن جهتها تعمل وزارة التجارة على توريد كميات من اللحوم الحمراء. عندنا برنامج نتاع توفير معناتها كميات من اللحوم الحمراء اللي قاعده باش تجيبها شركه اللحوم ان شاء الله انطلاقا من بدايه الاسبوع هذا باش تكون موجوده في الاسواق. هي موجوده على ذمه كل الساده ولا كل لخيان الجزاره اللي يتعهدوا بالطبيعه انهم باش يبيعوا بالاسعار اللي باش يقع الاتفاق عليها. باش نعملوا لجنه اصلاح وتتكون من اتحاد الفلاحين والغرفه الوطنيه للقصابين وجميع الاطراف المدخله كما وزاره الفلاحه ووزاره التجاره والدفاع عن المستهلك. زاد يبدا يكون على بينه يعرف الوضعيه كيفاش، وان شاء الله معناها قاعدين جلسنا جلستين ونهار الثلاثاء عندنا جلسه اخرى قاعدين نقدموا في المجال هذا. ومن ضمن النقاط التي سيتم ادراجها في هذا اللقاء ملف تصنيف اللحوم والذي قد يصل الى 11 صنفا، وللمستهلك ان يختار ما يناسب قدرته الشرائيه.